أول مدرسة بالإسلام سنة 95 للهجرة. برز شاب عبقري بعمر الثلاثينات تحديدا بالمدينة المنورة. ذاك الوقت تلتفت يمنه تلقى الخوارج يقولون اللي يحصى الله يبقى كافر للأبد بعد ما له شاره. تلتفت على يسره تلقى المرجئة يقولون المؤمن حتى لو يزني وحتى لو يقتل ما دام مؤمن بالله يدخل للجنة. تباوع وراك تلقى المعتزلة يقولون لا، الله لازم يذب العاصي بالنار، لا شفاعة ولا رحمة، الله قد حكايته ولازم ينفذ. تباوع للبعيد تلقى بني أمية طلايبهم مستمرة والطابوق عليهم من كل مكان، والأخوة قام يتعاركون على الكراسي، يعني الشعلة مشتعلة، فتن وعرايك وطلايب وهوسة. اجا شاب بعمر ال30 شاف الأمة مطشرة، قال ما دام بني أمية التهوا بنفسهم خلينا ألم شمل هاي الأمة، لا الله يقلبها بيهم. طبعا هاي منا حاشا يقولها. تخيل بوقتها طلعوا المجسمة يقولون الله عنده جسم راس وصابع وحتى استغفر الله، يعني وصلوا لهاي المرحلة. جاي تتخيل الوضع ايش قد تعبان. فمن اجى هذا الشاب رجع الأمة للمسار الصحيح. صح مو كلهم على عقيدة وحدة، بس خلى حد للفرق التعبانة وناظرهم وطيح حظهم. راح انقل لكم مناظراته وياهم وشلون قدر يحرجهم يوصلك الحكي بعد دقائق. هذا الشاب هو الإمام الباقر عليه السلام. أكيد راح تسأل زين بذاك الوقت معقولة ماكو مدارس دينية؟ صح كانت اكو مدارس دينية، بس كل مدرسة تدرس شيء واحد، لو حديث لو قرآن لو أحكام، واغلبهن مو مدارس، مجرد فرق ضالة ومنحرفة. راح أذكر لك 6 من يعني. هاي المدارس مو قبل مدرسة الإمام الباقر، لكن عاصرت مدرسة الإمام. المدرسة الأولى المدرسة المدنية، تعتمد على رواية الحديث فقط، ترفض الرأي والاجتهاد العقلي، يعني مستحيل تواجه وتناظر باقي الفرق. مدرسة ضعيفة كلش، يعني إذا يجيهم ملحد يطشرهم. ثاني مدرسة مدرسة الرأي والقياس. يعني شنو الرأي والقياس؟ يعني الفقيه عندهم إذا لقى حديث ضعيف وما لقى حكم شرعي مسألة معينة يعتمد على رأيه بكيف بعد بقت يمه. زين القياس شنو؟ يعني مثلا ذكر بالأحاديث والقرآن الخمر حرام، ليش؟ لأن يسكر، يعني الحكم قياسيا بالخمر بعد أي شيء يسكر حرام، حتى لو ما أكو نص من النبي صلى الله عليه وآله. تدرون الإمام الباقر إيش قال عن موضوع القياس؟ أول من قاس إبليس لما قاس نفسه على آدم وقال أنا خير منه. نجي على المدرسة الثالثة مدرسة المعتزلة، اللي عندهم المنطق والفلسفة والعقل فوق كل شيء، وبيها هواي سوالف تعبانة. راح تعرفون هذا الشيء ويا مناظراتهم ويا الإمام الباقر. المدرسة الرابعة مدرسة المشاكسين، العفو مدرسة الخوارج. وحدة من مصايبهم أي شخص يرتكب ذنب من الكبائر يطلع من الإسلام، والأكبر من هيك الإمام علي عليه السلام يقولون عليه كافر. ذولا مو سالفتهم تعبانة، ذولا الله غاضب عليهم. المدرسة الخامسة مدرسة المرجئة، ذولا يقولون ما دام أنت مؤمن بالله ونيتك صافية فوت سالم. وذول حتى بمجتمعنا موجودين حاليا نفسهم بالضبط. تقول له ليش ما تصلي؟ يقول لك ما دام قلبه طيب او ما مأذى احد الله يطيحنا ذي. هسه عوفكم من هاي المدارس والفرق. نجي على مدرسة أهل البيت اللي أسسها الإمام الباقر عليه السلام. المدرسة تجمع بين النقل والعقل والوحي تحت إشراف إمام معصوم متصل بالوحي، تعليم الفقه، العقيدة، تفسير القرآن، الأخلاق، الحوار والمناظرة. الإمام ركز على شغله وهو بناء جيل من المسلمين العلماء والمفكرين، والرد على الفرق والتيارات المنحرفة بالحجة والمنطق. مدرسة بقيادة إمام معصوم جمعت بين النبوة والعقل، البيان والحجة، التربية والجدال، التأسيس والتخطيط. استمرت بعده بوجود الإمام الصادق. خليها ببالك الإمام الباقر عليه السلام معترف فيه من كل المذاهب، ولا مذهب ينكر فضله على الأمة. معلومة على الطاير، أنت تدري الرسول صلى الله عليه وآله مبشر به قبل ولادته بقرن كامل. هاي وحدة من معاجز النبي صلى الله عليه وآله. نرجع المناظرات. اجى واحد من قادة الخوارج اسمه عبد الله بن نافع الأزرق، دور بالمدينة عن واحد يناظره، قافل الا يقنع الناس. علي بن ابي طالب عليه السلام اعوذ بالله كافر. اجى الامام الباقر قال له ليش تكفر علي بن ابي طالب؟ قال له علي بن ابي طالب قبل بالتحكيم بمعركة صفين وقاتلنا بمعركة النهروان، هاي افعال كافر، الحكم بس لله. الامام الباقر عليه السلام خذاه على قد عقله وقال له نبو مو بكتبكم قال غدا لأعطين الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال له الخارجي نعم صحيح. الامام الباقر قال له زين الله من حب علي بن ابي طالب يدري بيه راح يقبل بالتحكيم ويقاتل الخوارج لو ما يدري؟ لو علي عصى الله، الله شلون يحب واحد يعصيه؟ خارج انحرج
وصار أنا خدوده حمر وخلى وراح لهله. بعدين مضمون الرواية واحد من قادة المعتزلة سير على الإمام الباقر قال له فسر لي قوله بسم الله الرحمن الرحيم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. المعتزلة كانوا قافلين يصفون الله بشغلات ما تنوصف، هواي من تفسير القرآن فاهمينه خطأ. قال للإمام بهاي الآية شنو معنى غضب الله؟ هم عبالهم الله يغضب. قال للإمام غضب الله هو عقابه، ومن قال إن الله يغيره شيء فقد كفر. هنا الإمام يرد على شبهة كلش مهمة تتعلق بصفات الله. الشبهة اللي يعتقدون بها هي إن الله سبحانه وتعالى يتأثر بالأحداث أو حالته تتبدل بسبب أفعال الناس أو مرور الزمن، مثل ما يتغير الإنسان بالحزن أو الفرح أو الغضب. الإمام ينفى هاي الشبهة. الله لا يتغير لأنه كامل مطلق، ما يحتاج يتبدل أو يتأثر. التغيير يدل على النقص، والله منزه عن النقص. هنا غضب الله تعني عقاب الله. أخونا هم دنق من المستحى وخلى وراح جماعته. واحدة من السنوات اتجه الإمام الباقر وابنه جعفر الصادق عليهم السلام للشام، وطريقهم للشام شافوا مجموعة من النصارى متجهين لجبل معين، فسأل الإمام الباقر عليه السلام وين رايحين؟ قالوا له هاي الناس هم مجموعة من المسيحيين ينتظرون العالم الكبير مالتهم يخرج كل سنة مرة واحدة. هذا العالم النصراني يعتبر من أعلم علماء النصارى، واللي لحق على أصحاب الحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام. قرر الإمام يروح ويشوف شنو الوضع. هو وأصحابه راحوا ووقفوا يمهم. فمن طلع النصراني العالم الكبير التفت للإمام الباقر وقال تمنا أم من الأمة المرحومة؟ الإمام الباقر قال له من الأمة المرحومة. سأل النصراني من علمائها أم من جهالها؟ رد الإمام الباقر بكل تواضع لست من جهالها. قال له زين راح أسألك وليدك تجاوبني. الإمام قال له اسأل. قال له ساعة لا هي من ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار. الإمام رد عليه وقال له وقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. العالم النصراني تعجب وعدل قعدته وسئله مرة ثانية إذ لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أي ساعات هي؟ قال الإمام من ساعات الجنة وفيها تفيق مرضانا. قال له زين أهل الجنة مو ياكلون ويشربون شلون يتقوطون؟ وريد مثال من هاي حياتنا الواقعية. رد عليه الإمام الباقر عليه السلام أهل الجنة يخرج منهم الأكل مثل العرق من أجسامنا، والجنين داخل بطن أمه يأكل من ما تأكل أمه ولا يتقوط. العالم تعجب بعلمية هذا المسلم. قال لأصحابه ما شفت بحياتي أعلم من هذا الشخص. المحاورة شوية أطول من هيك بس اختصارتها أي كان. الإمام الباقر عليه السلام هو اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله جابر إنك ستبقى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين يقال له الباقر يبقر العلم بقرة، فإذا لقيته فاقرأ له السلام مني. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، واللهم صل على محمد وآل محمد. لا تنسون الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.